ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مطبخ سلمى للوصفات المصرية. إن شاء الله هنعمل معاكم طريقة البطاطس المقرمشة. هنحتاج حوالي كيلو إلا ربع أو كيلو حسب الكمية اللي تحتاجيها. البطاطس دي أول حاجة أنا هسلقها في مية نص سلقة. هوريكم نقطعها ازاي. هتبقى مقرمشة زي اللي بتشتريها من بره بالظبط. انا مش هقليها، انا هعملها في الفرن. تقطعيها كده بالقطاعة. ارجع لكم لما اخلص الكمية. انا خلصت كل الكمية اللي كانت معايا. هبتدي اجيب صينية عندنا زيت خفيف خالص، او ممكن تحط لها ورق زبدة. اهو انا خلاص دهنتها زيت. على فكرة الطريقة دي برضو ممكن تحفظي بيها البطاطس في الفريزر. بتحفظيها في الفريزر في اكياس وبتطلعيها وهي مجمدة على طول، بتقليها او تحطيها في الفرن. دي كطريقة لحفظ البطاطس. زي اول ما قلت الطريقة، بتسلقيها نص سلقة وبتقطعيها بالشكل ده، وبيكون مع مية السلق ملح، وبتحطيها في اكياس وتشيليها في الفريزر على طول، وبتقعد معاكي وقت كويس. دلوقتي احنا دهنا هنا الصينية زيت. نحط معانا البطاطس. الطريقة دي خفيفة وصحية، مبيستهلكش زيت كتير. انا رصيت البطاطس كده في الصينية. عايزة تضيفي لها طبعا نكهات. هنا معانا كمون وبابريكا وممكن كاري، وانا حاطه لها الملح في مية السلق. نضيف لها النكهه كده. قلبيها ببعض. عايزه شطه برضو ممكن، دي نكهات طبيعيه اهي. حطها بقى، احط لها زيت خفيف والوش كده، حاجات خفيفه كده. خلاص البطاطس جاهزه معانا. دهنتها زيت خفيف خالص على الوش، مش كتير خالص، وحطيت لها النكهه اللي هي عباره عن كاري وكمون والملح. قلت لك هو كان في السلق مش هتحتاجي تحطي ملح خالص. هنحطها في الفرن وهوريها لكم ان شاء الله لما تطلع من الفرن. البطاطس خلاص انا خلصتها وخرجتها من الفرن. الطريقه دي لو عايزه تقلي البطاطس اقليها، وممكن لو عايزه تعمليها برضو حلقات وبنفس الطريقه برضو تطلع كويسه. وهي بس هي خدت وقت برضو في الفرن كتير معانا، بس هي طريه من جوه ومقرمشه من بره وجميله. هي طريقتها يعني طويله شويه، بس تستاهل صراحه، لان الطعم بتاع طعمها جميل. بنقدمها طبعا. البطاطس بقت جاهزه معانا خلاص، خلصناها. زي ما قلت لكم هي طريه من جوه ومقرمشه من بره. شوفوا صوت القرمشه. قدم معاها كاتشب. الكاتشب ده انا عاملاه في البيت. ان شاء الله هعمل لكم الطريقه باذن الله، بس لما تخلص عندي كميه. طريقتها حلوه جدا، بس هي بتاخد وقت في الفرن. لو حابه تقليها اقليها، ولو حابه تغير الشكل من صوابع تعمليها حلقات اعمليها. بتاخد حوالي بتدهن الصينيه من تحت معلقتين زيت، ومن فوق زيت برضو حوالي معلقتين، وبتسيبيها لغايه ما تستوي على الرف كده براحتها، وبتطلع بالشكل ده. وبالهنا والشفا بتاكليها مع الكاتشب. لو عجبتكم الوصفه قولوا لي كده رايكم فيها في الكومنتات، وشيروا واعملوا لايك للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.